طيب عملت إيه أنا بقى أول لمّا البوليس جه وقّفني وقال لي إن إحنا هنبعت لك الغرامة على البيت، طلعت جري على المحامي، ولكن قبل ما أروح للمحامي كنت أنا دخلت أونلاين وبحثت إيه اللي هيحصل معايا وكده، وكان ما بين انتهاء التأمين بتاعي اللي هو 28 فبراير وأنا البوليس وقّفني 5 مارس، يعني 5 أيام بالضبط ما بين التجديد والغرامة. فأنا رُحت جِبت الورق اللي أنا كنت موجود في مصر، وإن أنا ما كنتش أعرف إن أنا اللي لازم أجدد، كنت فاكر التجديد بيكون تلقائي، وده خطأ مني ومعترف بيه طبعًا. حتى البوليس لمّا بعت لي ورق إني هل أنا أتحمل مسؤولية ومعترف بالحادثة اللي أنا عملتها والّا أبعت تظلم، كتبت كل حاجة، كتبت إن أنا المخطئ وأنا أتحمل المسؤولية، وهابعت لكم يعني هاوريكم الورق دلوقتي على الشاشة، وقُلت لهم على كل حاجة، ولكن أرفقت مع الورق ورقة أختام الدخول والخروج من مصر، وعملت حاجة جميلة جدًا المحامي انبسط منها. بعتّ ورقة فيها كلام منّي أنا للحكومة أو للشرطة، إن باقول لهم إن أنا مثلًا باتّبع القوانين، إن أنا مثلًا كنت في مصر لو كنت أعرف مع إن ده خطأي كنت جددت تجديد ب22€ مش تكلفة، يعني بعتّ كلام زي كده. وهنا دي الورقة اللي جات لي من البوليس على الغرامة بتاعتي، طلعت ب 150€. هاطلّعها لكم برضه على الشاشة عشان تشوفوها. أنا الحمد لله بقى لي أكتر من 5 سنين في ألمانيا، ما باعملش أي حاجة ضد القانون، بالعكس أنا باحاول أفهم القانون بتاعي، ولكن باشارك معلومات للناس لو حصل معاها أي مشكلة أو حصل معاها أو جات لها غرامة تعمل إيه وتبادر بإيه بسرعة.